لو انت في ثالثه اعدادي ما فتحتش الرياضه من اول السنه ومش عارف تلمها ازاي وتديها كام يوم وذاكرها ازاي، الفيديو ده ليك. بس قبل ما ابدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، زي ما انتم عارفين ان انا اصلا بعمل فيديوهات لثانويه عامه، بس حبيت افيدكم من تجربتي في ثالثه اعدادي وازاي جبت 99%، فبحاول اساعدكم على قد ما اقدر. النهارده هنتكلم عن الرياضه، والناس اللي ما لمتش رياضه ما فتحتهاش من اول السنه مش عارفه تعمل فيها ايه، الفيديو ده ليك. بص مبدئيا كده احنا عندنا رياضه مقسمه لفرعين، جبر وهندسه. طيب انا الجبر بالنسبه لي وحش والهندسه بالنسبه لي حلو، او انا بالنسبه لي الجبر حلو والهندسه وحش، اعمل ايه في المشكله دي؟ بص احنا باذن الله كده عاملين تارجت لنفسنا ان احنا هنخلص الرياضه في 5 ايام. في 5 ايام زي ما انت سمعت كده. ده ازاي خلص الرياضه بتاعت الترم كلها في 5 ايام بالظبط؟ وانا برضه كنت منزله فيديو قبلها ازاي تخلص المنهج كله في 10 ايام. متقلقش اهو، بس كل ماده هبسطها لك. اول حاجه عشان تحل الرياضه صح لازم تسمع مدرس شاطر جدا يبسط لك الجبر، بالذات الجبر لازم تسمع مدرس كويس جدا يبسط لك المعلومات. طيب دلوقتي انا هفتح يوتيوب هكتب اسم الدرس اللي انا هذاكره، تمام، وليكن الدرس الاول في الجبر. ظل لك المدرس اللي هو يشرح لك الدرس، حضرتك هتخش على الفيديو، اول ما الفيديو يبدا تجيب لي ورقه وقلم على طول. هعمل ايه بالورقه والقلم؟ ما انا كده معايا كتاب. اسمع كلامي، اي كلمه المستر يكتبها على السبوره تبتدي تكتبها وراه. فانت دلوقتي هتسمع شرح تاني من الاول خالص كانك ما تعرفش حاجه، وانت اوريدي ما تعرفش حاجه. هتسمع المدرس تبدا تكتب وراه كل المحافظات اللي هو بيقولها عندك في الكشكول، الامثله كلها. اهم حاجه الامثله، اهم حاجه الامثله، لان الامثله دي هي اللي هيجي لك شبهها بالظبط اخر السنه. لان الرياضه كلها نفس الافكار، يعني كل الافكار اللي انت حلتها اول السنه هي اللي هتجي لك اخر السنه، ما تقلقش. يعني مش حاجه جديده، لا هي نفس الاسئله، يعني مش تقيله خالص. هتبدا تكتب كل الامثله وكل الافكار اللي المستر كتبها عندك في كشكول. خلاص الفيديو بتاعك خلص، قشطه. بس ثواني بس قبل ما تكملي، انا بزهق، يعني انا لما بسمع فيديو طويل بزهق. انت ده مش الشخص اللي بيزهق، فانت امشي بطريقه البومودورو. طريقه البومودورو المذاكره دي اللي انت بتذاكر 50 دقيقه وتاخد 10 دقائق ريست. الطالب اللي بيقعد على الموبايل في ال10 دقائق، لا انت عارف انت ايه اللي هيحصل لك؟ انت دلوقتي هتلاقي اخوك داخل عليك الاوضه وراح قال للعيله كلها ان انت قاعد ماسك الموبايل، مع انك كنت قاعد بتذاكر. بس اول ما تمسك الموبايل تلاقي ايه؟ المخبر جه. خد بالك اوعى تنكر، ده بيصورك، يعني مفيش انكار، ما تكدبش، ده انت صوت وصوره متسجل. فال10 دقائق بتوعك ما تمسكش فيه الموبايل عشان اخوك ايه ما يقولش. انا خايفه على مصلحتك على فكره، مش عشان انت ما تقعدش على اليوتيوب وتقعد تقلب وبابجي وفري فاير، نو، انا خايفه ان اخوك يروح يقول لبابا وماما ويروح يقول للعيله. فاحنا نحترم نفسنا، وال10 دقايق البريك بتوعنا نقوم نمشي، نقوم نلعب رياضه، نقوم ناكل. البنات اللي طول اليوم بتاكل قوموا كلوا بس ما تمسكوش الموبايل عادي. خلصت ال10 دقايق رست، تعالى بقى على المكتبه كده نكمل 50 دقيقه. حاول تقلل من مسكان الموبايل الفتره دي علشان باذن الله نضخ كده ونجيب مجموع عالي. تمام. يبقى انا دلوقتي سمعت المستر، كتبت كل الملاحظات بتاعته، هبدا بقى افتح كتاب الشرح بتاعي. لا ما تفتحش كتاب الشرح بتاعك، انت اوريدي معاك الشرح في ايدك. ايه ده؟ يعني انا هذاكر من الملخص ان انا كتبته بايدي، اللي هو انا كتبت ورا المستر كل حاجه بيقولها؟ بالظبط كده. ذاكر كل حاجه المستر قالها من الشرح اللي انت اوريدي سمعته، وبعد كده ابدا حل. هتلاقي نفسك بتعرف تحل، وكمان بتقفل الاسئله اللي انت بتحلها. طيب دلوقتي ايه المصدر ان انا احل منه؟ انت اي كتاب معاك ينفعك. 90% منكم معاهم كتاب المعاصر، حل من كتاب المعاصر اللي معاك. طبعا مش محتاجه اقول لك كتاب المدرسه، بالله عليك نزل كتاب المدرسه. انا مش عارف كتاب المدرسه اجيبه منين. كتاب المدرسه هتلاقيه على جوجل، اكتب كتاب المدرسه بتاع 2000 مثلا 22 2023 ايا كان، مش لازم السنه اللي انت فيها دلوقتي عشان التحديث الجديد بتاع الكتاب بتاعك. نزل الكتاب بتاع التحديث القديم، في كميه اسئله كده دي اللي جالك في الامتحان، اسئله مهمه جدا جدا جدا. طيب دلوقتي خلاص انا سمعت الدرس وذاكرت وحليت الحمد لله، الدنيا زي الفل عندي والدنيا زي الفل. لو انت مش تابعني على اليوتيوب فانت فايتك كل عمرك، مش نص كل عمرك. فخش اشترك فيها علشان باذن الله اي فيديو نزله ثالثه اعدادي يبعت لك اشعار باذن الله، تخش كده تلحق نفسك. نزلنا فيديو ازاي تلم العلوم في 3 ايام، ونزلنا فيديو ازاي اصلا تلم المنهج كله في 20 يوم، وان شاء الله في الفيديو الجاي كتير هتكلم عن كذا ماده وخصوصا الدراسات. الفيديو الجاي للدراسات عشان الناس اللي عندها مشكله في الدراسات. قشطه.